أهلا بيكم. أنا يامن محمد ربيع. النهاردة هشارككم قصة حصلت بيني وبين صاحبي يوسف. هدفها إننا نعرف إزاي نلم المنهج بذكاء ومن غير ضغط، ونثبت إن الموضوع بالدماغ مش بس بكثرة المذاكرة. دي خطة اللحظات الأخيرة اللي هتخلينا كلنا ننجح بتفوق ونفرح أهالينا. يا يامن، أنا ضعت. الامتحانات على الأبواب، وكل ما ذاكر حاجة أنسى الباقي. المنهج بحر والوقت صاروخ. اهدى يا جو، الموضوع مش بالكمية، الموضوع بالدماغ. الإحساس بالضغط هو اللي بيخلينا نحس إن المنهج أكبر من حجمه. لازم نكون قد المسؤولية. بس أنا بفتح الكتاب من هنا والموبايل بيندهلي من هنا، وبحس إن اليوم بيخلص وأنا لسه في أول صفحة. ده اسمه فخ التشتت وفخ التجهيز. احنا بنضيع وقت طويل في تجهيز المكتب أكتر من المذاكرة نفسها، وده نوع من التسويف. السر يا يوسف في الخلاصة مش في الضغط. طيب أعمل إيه عشان أنجز صح؟ عندي ليك خطة إنقاذ في 3 خطوات سحرية. قوة 50 دقيقة. تذاكر 50 دقيقة بتركيز حديد، وبعدها تاخد بريك 10 دقايق بعيد تماما عن الموبايل عشان مخك يخزن المعلومات. خريطة الطريق. لازم تقسم المواد بذكاء. وقت الفوقان الصبح للمواد الصعبة، وقت الروقان بالليل للمواد السهلة والحل الخفيف. فن التلخيص. القراية بالعين مش كفاية، امسك ورقة وقلم واكتب العناوين الرئيسية بإيدك. تمام. وإزاي أتأكد إني فهمت فعلا؟ بخدعة المدرس الصغير. جرب تشرح الدرس لنفسك كأنك واقف في فصل بتشرح لطلابك. لو عرفت تعمل كده بطلاقة تبقى برنس. والوقت دايما بحس إنه مش كفاية. جرب بركة الصبحية. اصحى بدري ساعة واحدة بس قبل المدرسة تراجع فيها. المخ بيكون في أعلى درجات النشاط، والمعلومة بتثبت زي الحديد. تسلم يا بطل. أنا هعمل لنفسي جدول فوراً. بإذن الله كلنا ننجح بتفوق ونفرح أهالينا ومدرسينا. دي نصيحتي لكل زمايلي. الامتحانات مش محتاجة توتر، محتاجة نظام. ابدأ باللي تقدر عليه، والوقت هيبارك لك فيه طول ما نيتك إنك تنجح وتفرح أهلك.